انت مش محتاج ان انت تبطل لخبطه، انت محتاج ان انت تفهم حاجه واحده بس. فضلت للاسف سنين كتيره جدا متخيله ان انا حياتي وحشه جدا، حياه بائسه. انا عماله اقول لنفسي حياتك حياه وحشه، حياتك لا تطاق، حياتك بائسه، مزربل، لان انا ما كنتش فاهمه النقطه دي. اوعدك ان انت لو فهمت النقطه اللي انا هتكلم فيها النهارده والفرق البسيط، نظرتك لمشاعرك ولحياتك كلها هتتغير. المشكله البسيطه هي بتكون حاجه واحده، يا اما الناس كلها فاكره ان دوت الطبيعي، يا اما الناس كلها فاكره ان دوت مش الطبيعي، مفيش ان بتوين. محتاجين ان احنا بقى نعرفه ان انا ازاي افرق ما بين ده وما بين ده بكل بساطه. هل تقلب المزاج معناه ان انا حياتي كلها بايظه؟ هل الفوضى الشعوريه معناها ان دوت الطبيعي وان انا ده الطبيعي بتاع الحياه؟ تقلب المزاج بيحصل نتيجة رد فعل الموقف معين، حاجة حصلت فقلبت لك المزاج بتاعك. انما الفوضى الشعورية بتيجي نتيجة ان انت كل المشاعر بتحسي بيها لسبب او لغير سبب. جيت في يومك بتشتغل عادي جدا، في وسط اليوم وانت شغال مفيش اي حد من زمايلك ضايقك، مفيش اي حاجة حصلت ضايقتك، مرة واحدة مشاعرك اتقلبت، فمرة واحدة لقيت نفسك مش طايق اي حد، حاسس ان انت مخنوق، حاسس ان انت متوتر متلخبط مش حابب حياتك، مخنوق قرفان، ما عندكش اي سبب واضح نهائيا للي انت حاسس بيه. انا هنا كده بتكلم على في فوضى بقى في المشاعر. انما في نفس اليوم في نفس المكان في نفس الشغل بتشتغل عادي جدا، زميل ليك جه قال لك كلمه سخيفه، كلمك بطريقه سخيفه فاتضايقت، مزاجك اتقلب لسبب واضح. فده اللي انا بقول عليه تقلب مزاج لحاجه واضحه ولسبب واضح. الغريب ان انت ممكن تفتكر ان انت انسان درامي جدا، بس الحقيقه غير كده. فالتقلب المزاج بيكون مدته قصيره لسبب واضح وبيتغير بسرعه، وكمان بيكون لحاجة مفهومة. أما الفوضى الشعورية بتقعد فترة طويلة جدا، تحس ان انت تايه في بحر كده، صعب ان انت تخرج من الحالة دي ولعدم وجود اي سبب منطقي. المشكلة بقى هنا مش في فكرة ان انت بقى عندك تقلب مزاج ولا عندك فوضى في مشاعرك، المشكلة ان انت ما بتكونش اصلا عارف هو انت مشاعرك دي جاية منين، ولا عارف اصلا تصنف هو انا عندي تقلب مزاج ولا اصلا انا مشاعري كلها ملخبطة ومضروبة في الخلاط. علشان تبتدي تحل الموضوع دوت، اول حاجة انت محتاج ان انت تبطل تحكم على نفسك، تبطل تقول انا مشاعري ملخبطة انا حياتي بايظة. تبطل تحكم على نفسك وتبتدي بس تلاحظ امتى دوت بيحصل معاك. ايه اخر حاجة حصلت قبل ما انت حسيت بالمشاعر دي؟ ايه اخر موقف بالظبط حصل؟ ايه التريجر اللي جالك واللي فكرك او استفزك نفسيا خلاك تحس ان انت متلخبط كده؟ علشان ان انت تقدر تعالج الفوضى وتحل وتخفف من وطأة الفوضى اللي جواك دي، في طبعا تكنيكس كتيرة جدا هتكلم عنها في الفيديو الجاي ان شاء الله، وازاي ان احنا نقدر نتعامل مع الفوضى الشعورية اللي احنا بنحس بيها. ومن هنا للفيديو اللي جاي كلمة بسيطة جدا، ما تحكمش على نفسك وما تضغطش على نفسك ان انت تكون انسان حاسس بمشاعر جميلة طول الوقت، وان انت كأنك ما ينفعش ان انت تحس بلخبطة. انت انسان وبكل بساطة من حقك ان انت تحس بكل المشاعر اللي في الدنيا، سواء كانت حلوة او كانت وحشة. بس كده دوت كان فيديو النهاردة في السلسلة بتاعت مش نفس الحاجة. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اللي هنتكلم فيه عن ازاي نحل الفوضى الشعورية. That's it, thank you, bye bye.